السلام عليكم يا مساء الورد، معاكم علي عبد العزيز وحلقة جديدة من سلسلة برشامة الساحل. النهاردة هنتكلم عن مشروع ريتال نورث بيتش لشركة ريتال ومالكها عبد الله فوزان. الشركة سبقت عملها انها من اكبر الشركات اللي سلمت مشاريع عماير سيبريت او عماير منفصلة في التجمع، وعندهم مشروع متسلم في السخنة ومشروع كمان قبل طريق في الساحل، يعني عندهم تشغيل ساحلي سابق. المشروع موجود في كيلو 82 في الساحل القديم وقريب من منطقة العالمين، وهيتسلم متشطب في خلال سنة أو سنة ونص. الغرفة سعرها يبدأ من 4.5 مليون والغرفتين من 5.5 مليون، وبيتقسطوا على 6 سنوات أو لو زودنا مقدم شوية ممكن 7 سنوات. نقاط بيع المشروع إنه استلام قريب، والشركة مسلمة في الساحل قبل كده أو مشغلة كمان تشغيل ساحلي، غير إن الشركة مش صغيرة، شركة كبيرة، ولو اتأخرت هيكون في حدود كام شهر عشان في إنشاءات كويسة في الموقع ومشروع صغير وملموم. عيوبه إن الماستر بلان وحشة جدا بصراحة، وعدد الوحدات كتير على عرض الشط اللي هو 150 متر، غير إن القرية القبلي هيبقى ليهم سماحية ان هم يستعملوا نفس البحر ده، فيبقى عندك كاباسيتي مش قليل على البحر، وده طبعا هيأثر كتير. عشان كل ده انا هدي المشروع ده 63%، وبنصح بيه لو حد عايز حاجة استلام قريب وبسعر هادي، غير انها قريبة من العالمين فالبحر حلو جدا ولطيف. وبكده نكون خلصنا كلام على افضل فرص موجودة في الساحل القديم، واكيد في حاجات اكتر بس مش فرص تنافس اللي اتكلمنا عليها قوي بصراحة، او مشاريع قبلية انا مش حابب ان انا اتكلم عنها. انا علي عبد العزيز، وفعل الجرس واعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد في اهم سلسلة هتفيدك الصيف ده.